حلوة المشقوق من أبن الحلويات، سهل وسريع التحضير، يجي معلق وبزاف بنين. وقبل ما نروحوا للوصفة ما تنسوش تدعمونا بجيم والاشتراك في القناة. بسم الله نبداو في المقادير. هنا عندي 500 غرام لوز مرحي رقيق، وزدت رحيت معاه 250 غرام سكر ناعم. نفتحو شويه بيدي، ومن بعد نزيد له ملعقه صغيره لافاني، ملعقه صغيره خميره كيميائيه. نخلطهم شويه مع بعض، ونضيف ملعقه كبيره تاع الفرينه. وهنا عندي 2 حبات بيض، ونضيف لهم ملون غذائي بذوق البيستاش. وانتم لكم الاختيار، كل واحد وذوقه. ونبدا نشمخ في اللوز تاعي ونعجنه شويه كيما راكم تشوفوا. وهنا شفت باللي خصو شويه كولورون، زدت له قطرات. ونكمل نطمو حتى تلحق العجينه لهذا القوام. وبعد ما ارتاحت العجينه واحد 10 دقائق، نبدا نوزن في الحبات 40 غرام، ونشكلهم كريات كيما راكم تشوفوا، ونرمدهم في سكر غلاس، ونديرهم في الكيسات. نكون رشيتهم بشويه فرينه، ونزينهم بحبه لوز. وبعد ما كملت كامل الحبات نديرهم يطيبوا على فرن ساخن لمده 15 دقيقه على 160 درجه. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه من اسهل الوصفات اللي تقدروا ديروهم ومن ابنها، حتى وان كانت مكلفه شويه، لكن في الاعياد والمناسبات فرصه باش نجربوهم. وقبل ما نكملوا الفيديو ما تبخلونيش بجيم والاشتراك في القناه باش تشجعوني للمزيد. وتقدروا ثاني تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.